بالنسبه للناس اللي كتقول لي عندنا سير اسكت واش بغيتي يوقع لك ما وقع للناس اللي كيهضروا، انا هذا ميساج غادي نوجهه لكم، هذوك الناس اللي كيخافوا عليا اولا ما عرفتش كيقولوا هذا. بركه من الخوف، واش كتخافوا من المقدم، تخافوا من المخزني، كتخافوا من الوزير، تخافوا من غير الصافي ديال البوليس الا شفتوها كتخافوا منها، راه عيب وعار. بركه من الخوف. الا جيت انا نهضر على حقي، كنهضر على حقي، انا نهضر على حقي وانت تهضر على حقك والشعب المغربي كلشي يهضر على حقه، فراه كونوا متاكدين بانه ما غيبقى حتى شي شفار في البلاد. ولكن مادام ان الناس خايفه وكلشي خايف وكلشي مخلوع، راه ما غنقدروا نديروا حتى شي حاجه. غنبقاو هكا خايفين وغيبقاو كينهبوا في الثروات ديال البلاد بسبب انكم نتوما خايفين، بسبب ان الشعب خايف. حنا ما باغينش الفتنه، حنا عارفين حنا باغيين بلادنا تقاد وتزيد قدام. واش حنا بغيتو نبقاو نشوفوا الشباب المغربي كيموت في البحر؟ واش بغيتو نبقاو نشوفوا البطاله؟ واش بغيتو نبقاو نشوفوا الشفاره؟ واش بغيتو نبقاو الحباسات عامرين؟ هادشي اللي باغيين نبقاو نشوفوا. ما باغينش البلاد تزيد قدام، ما باغينش البلاد تتطور، ما باغينش الصالير السميك يطلع، ما باغيش يولي عندنا الشوماج في البلاد. فين هي الثروات ديال البلاد؟ جوج بحور والسردي ديال 20 درهم الكيلو، راه عيب وعار. قبل ما ديروا الاحصاء ديال عدد السكان، ديروا بعد الاحصاء ديال اين الثروه، كيفاش جوج بحور والسردين ديال 30 درهم الكيلو، كيفاش اين الذهب، اين الفوسفور، اين بزاف الحوايج. الا بغينا نديروا الاحصاء ديال بصح، هذه الحكومه قدرت دير الاحصاء في شهر للسكان ديال المغرب كامل، وما قدرتش دير الاحصاء ديال ناهبي الثروات ديال البلاد والناس اللي سرقوا الثروه ديال البلاد. ما قدرتش دير الاحصاء للثروه، ما قدرتش دير الاحصاء لعدد السكان ديال الحوز اللي باقيين ساكنين في الخيام.